السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتي. اليوم مشيت نحضر معاكم هذا الرز ساهل ماهل واقتصادي وبطريقة بسيطة وبمكونات متوفرة في كل بيت وبمقادير مضبوطة أيضا، ويجي على حبة كما راكم تشوفوا. نروحوا للمقادير وطريقة التحضير. هنايا عندي كيلة تاع الروز. كيلة تاع الروز طبعا تكون على حساب أفراد العائلة. هنايا درت كاس نديره هنايا ونغسلها مليح مليح ونضيف له شويه تاع الماء ونخليها على جهه. ونروح هنايا نجيب لا كوكوط، ندير فيها شويه تاع الزيت، غير شويه كما راكم تشوفوا، ونزيد عليها ملعقه تاع زبده او دهان او مارغرين. نخلي هذيك المارغرين تذوب ومن بعد نضيف عليها هنا استخدمت أجنحة الدجاج. تقدروا تستخدموا صدر الدجاج أو فخذ الدجاج أو تستغنوا عليه تماما. هنايا نقلي مليح هذوك الأجنحة كما راكم تشوفوا هكا من الجهتين حتى نشوفوه شوية تحمر. هنايا قلبته على الجهة الثانية كما راكم تشوفوا هكا. وبعد ما يتقلى هذاك الدجاج نضيف عليه البصل هنايا مقطع صغير، وايضا زوج فصوص تاع الثوم هكا مقطعين، وشويه تاع الحار مقطع اختياري، اللي ما يبغيش الحار يستغنى عليه. ونقلو مليح مليح هذوك المكونات مع بعض. بعد ما يتقلى هذاك البصل مع هذاك الدجاج وكاع، نضيف عليه هنايا ملعقه او نصف ملعقه نتاع طماطم مركزه، يعني معجون طماطم. وهنا ضفت شويه كركم وشويه تاع الزعفران باش يعطيني اللون. وهنا نحركهم مليح. من بعد نضيف هنايا ورقه تاع الرند وعود تاع القرفه وزوج حبات قرنفل اختياري. وهنايا زدت الملح ونمرقو. هنايا كنت استخدمت الكيله اللي كيلت بها الرز، نستخدم زوج منها ونص، يعني كيلة روز زوج كيلات ونص تاع الماء كما راكم تشوفوا هكا. نخلطوا هذوك المكونات. وهنا نخلي هذاك الدجاج يطيب وحده في الاول كما راكم تشوفوا هكا. نخليه نبلع عليه لاكوكوط ونخليه يطيب واحد 20 دقيقه هكاك. من بعد عاد نضيف الرز لخطر الدجاج يطيب يشد الطياب يعني على الروز. بعد ما فاتت 20 دقيقة نتأكدوا بلي هذاك الدجاج طاب كما راكم تشوفوا هكا، يعني يكون طاب تماما. نضيف عليه هنايا التوابل، فلفل أسود وزنجبيل ولا سكنجبير، وهنايا قزبر حب مطحون. ونحركوا هذوك المكونات مع بعض. هنايا نشعلوا عليه النار ونخلوهم يغلوا مع بعض باش يطلقوا البنه تاعهم. وهنايا ضفت هذاك الرز اللي كنت نقعته من قبل في الماء، صفيته وضفته لهذاك المرق. وهنايا نحرك هذاك الروز مليح مليح كما راكم تشوفوا هكا باش ما يلصقليش. ومن بعد هنايا كنت ضفت عليه شويه تاع الملح لاني حسيت المرق هذاك شويه ناقصه الملح. ومن بعد نبلع لاكوكوط تاعي ونخليها واحد ربع ساعه. ومن بعد نتلقى هذاك الروز طاب تماما. وهنا كما راكم تشوفوا بعد ما فاتت ربع ساعه حليت على هذاك الروز. شوفوا كيفاه جا، يعني يشرب كاع هذاك المرق. وشوفوا كيفاه يجي على حبه، يعني كميه الماء اللي ضفناها هي كميه مضبوطه.
وطبعا هنا اللي يدير الروز مفور يعني يضعف كمية الماء، لأنه الرز هذاك المفور يشرب بزاف الماء. وهذه كانت النتيجة تاع الرز اللي طيبناه في لاكوكوط. شوفوا كيفاه يجي على حبة وما يجيش كاع معجن. شوفوا كيفاه يجي. هنايا درت هذاك الدجاج من الفوق، تقدروا تحمروه وحده على جهة، وتقدروا تستغنوا عليه وتعوضوه بمكعب جامبو او مرق الدجاج. وهذه كانت نتيجة نهائية للطبق تاعنا. وهذاك الدجاج كي نطيبوه وحده شوفوا كيفاه يكون يعني طاب تماما. كان هذا الطبق تاعنا البسيط لنهار اليوم، نتمنى يكون عجبكم. ولمزيد من الوصفات البسيطة والاقتصادية ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك، وما تنسوش البارتاج أيضا. وإلى اللقاء.